كلنا في لحظة جرينا ورا حد افتكرنا ان سره هو سرنا، وقلنا يمكن الطريق يوصلنا زيه، ونسينا طريقنا الحقيقي. نسينا احنا كنا رايحين فين، انشغلنا بخطاهم وسيبنا خطانا، وكل خطوة بعيدة كانت بتبعدنا عن نفسنا. بنقارن نفسنا بيهم طول الوقت، بس احنا مش هما ولا احنا المفروض نكون. وعلشان كده الانجاز دايما ناقص الاحساس. بنضيع وسط الخطوط لان بنمشي جوه خطوط مرسومة لناس تانية، بنرسم احلام مش بتاعتنا، وفي الاخر بنضيع وسط الزحمة والسكة مش بتكمل. بنمشي كتير ونقف فجأة، نحس ان الطريق مش مكمل بينا، ونكتشف ان البداية اصلا كانت غلط. في سكك كتير مشيناها بكل طاقتنا، بس الحقيقة ما كناش عارفين انها كانت مقطوعة من اول خطوة. ولما الطريق بيقف بنبدأ نلبس اي دور، بنعيش اي حياة حتى لو مش لينا. بتحاول تمشي زيهم بالظبط، نفس الخطوة ونفس السرعة. تحس انك لازم تبقى نسخة منهم علشان تتقبل، بس كل مرة بتقرب بتحس انك بتبعد عن نفسك. ساعات بتنجح في تقليدهم بس تفشل في تبقى انت. بتتكلم زي ما هم بيتكلموا، وتضحك نفس ضحكتهم حتى لو مش من قلبك. بتقول اللي لازم يتقال مش اللي بتحسه، وكل صوت بيكون صدى مش نابع من جواك. وبينك وبين نفسك بقيت غريب عن احساسك. بتمشي وسط الناس ومحدش شايفك بجد، مش لانك وحيد لكن لانك مستخبي ورا صورة ورا قناع، واللي بيشوفك يشوف اللي بيحاول تبينه مش حقيقتك. بس السؤال لحد امتى هتفضل مستخبي؟ نسيك شكلك اللي كنت بتحبه زمان، اللي فيه عفويتك وتلقائيتك وبراءتك. بقيت بتشوف نفسك من عينيهم مش من مرايتك، وكل يوم بتغير ملامحك شوية علشان يعجبهم. بس لما تبص لنفسك دلوقتي يمكن ما تعرفهاش. كل يوم بتظبط المقاس، بس عمرك سألت نفسك هو ده مقاسك فعلا؟ عيشتك بقت على مقاس غيرك، بس عمرك ما كنت مرتاح فيها. أصدقائي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست فكرة. النهاردة هنتكلم عن حاجة بتحصل لينا كلنا بس من غير ما ناخد بالنا، حاجة ممكن تغير نظرتنا لنفسنا. فكرتنا النهاردة إن كل واحد فينا عنده بصمته الخاصة بيه اللي مفيش حد تاني زيه فيها. مش لازم نغرق في منافسة نفسنا بالغير، لأن المقارنة دي بتسرق مننا فرحتنا وهويتنا الحقيقية. وده بالظبط أثر المقارنة اللي هنتكلم عنه النهاردة. لما بنغرق في مقارنة نفسنا بالغير بنبدأ نجري ورا نجاح مش لينا. نجاح زي السراب، كل ما نقرب له بيزوغ أكتر. أوقات بتحس إن المسافة بتزيد والطريق قدامك بيتعقد أكتر. كل خطوة بتاخدها بتحس إنها صعبة لكن لازم تمشي. النجاح ساعات بيبقى زي سراب بتشوفه قدامك بعيد، كل ما تمد إيدك ليه بيختفي، وده بيخلي إحساسك باليأس يزيد. بس لازم تكون واثق إن الطريق مش هينتهي. يمكن السبب إنك لسه مش جاهز، مش نضجت كفاية علشان تستلمه. النجاح مش بس هدف نوصل له، ده كمان مرحلة بنكون مستعدين ليها علشان نقدر نستقبلها بوعي. في أوقات تانية النجاح ده ممكن يكون مش نصيبك، يمكن كانت أحلام مش ملكك، يمكن كنت بتقلد حد تاني وماشي ورا حلم مش حلمك. لما تقلد حلم غيرك هتفضل تلاحقه طول عمرك عشان مش حلمك الحقيقي، وعلشان كده النجاح بيتوه. لما بنقارن نفسنا بالغير بنشوف صور متلخبطة ومش واضحة. مش كل حاجة بنشوفها قدامنا حقيقية، في كتير ورا الصورة دي قصص وحكايات، واللي بنشوفه مش دايما هو الواقع. ورا كل صورة مقارنة في ألم وجع مخفي مش باين. كتير بتخبي وجعها علشان ما تظهرش، بتحاول تبان سعيدة بس جواها بتتألم. ناس كتير مننا بيحاول يمثل السعادة علشان يقدر يواكب الناس اللي حواليه، بيضحك ويتبسط علشان يبان قوي حتى لو جواه مش سعيد أبدا. وده أثر المقارنة اللي بيخلينا نعيش في تمثيل طول الوقت. الضحكة اللي بنشوفها من بره ممكن تكون غطى الألم جواه. الناس بتخبي ضعفها ووجعها ورا الضحكة علشان محدش يشوف ضعفها الحقيقي، وده بيخلق فجوة بين المظاهر والواقع. ورا كل قناع صمت تقيل، صمت مش قادر يتكلم ولا يصرخ. الروح بتتحمل صمت الألم لوحدها، والصمت بيزيد مع المقارنة وبيخلي الوحدة جوه أعمق وأشد. أصدقائي، احنا لسه مع فكرة النهاردة أثر المقارنة. يا رب تكون لمستكم وخلت كل واحد فينا يفكر مع نفسه شوية. ولو الكلام فعلا وصل لك دوس لايك وابعته لحد تحس انه محتاج يسمعه، واشترك في القناة علشان نكمل الرحلة مع بعض فكرة بفكرة. شكرا على متابعتكم، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. كان لازم نسأل نفسنا، واحنا مش يمكن احنا كمان عايشين نفس الدور؟ بس في صوت جوانا بيقارن وبيكسر، في صوت ساكن جواك مش بيسكت، وبيصحى في كل مرة بيشوف فيها حد سبقك، بيسألك ليه انت مش زيهم، وبيعلي جواك الشك والخوف. الصوت ده دايما بيقارنك بكل حاجة حواليك، بيخليك تشوف نفسك اقل مهما عملت، بيهمس ليك ان انجازك مش كفاية، وان عمرك ما هتوصل للي وصلوا ليه. كل مرة حد بينجح بتحس انك فشلت، مش لانك فاشل لكن لانك بتقيس ده على مقياس غيرك. الصوت بيخليك تشوف نجاحهم تهديد، وينسيك تحتفل بنفسك ولو للحظة. والصراع مش بره، ده جوه دماغك.
كل مقارنة بتخلق ظل جواك بيلاحقك، بيعيشك في قلق مستمر بدل ما تعيش في سلام. بس لازم تسكت الصوت ده حتى لو واحدة واحدة، وتفك نفسك من سلاسل المقارنة، وتبدأ تشوف نفسك زي ما انت مش زي ما غيرك. ساعتها بس هتعرف تعيش بطريقة حقيقية. وبعد الصراع الطويل مع الصوت اللي جواك والحيرة اللي سببتها المقارنة، هتسأل نفسك سؤال: هو انا مين من غير كل ده؟ وساعتها بس بتكتشف ان الطريق الحقيقي كان جوانا من البداية. طول ما انت بتدور على نفسك في عيون الناس هتفضل تايه ومشتت ومش مرتاح. الطريق مش فيهم، الطريق جواك، بس محتاج تسكت المقارنة علشان تسمعه. ومش لازم تلاحق غيرك، مش لازم تعيش في سباق ولا تبص للي سبقك كأنه خصم. كل واحد ليه سكته وسرعته وبصمته، وانت كمان مش ناقصك حاجة. هتلاقي السلام لما تكون انت. لازم تعرف ان السلام مش في الكمال ولا في رضا الناس. السلام بيبدأ لما تتقبل نفسك بكل ما فيك، لما تكون على طبيعتك، وساعتها بس قلبك هيهدى. اللي بيقارن بينه وبين غيره بيسلم نفسه للضعف، لكن اللي بيقبل نفسه بيعرف قوته. القوة مش في التفوق، القوة في التوازن، في انك تصدق انك كفاية. ابدأ من جديد بإيدك، كل لحظة فرصة جديدة تبدأ بيها، من غير مقارنة ومن غير تأنيب، من غير تأجيل. ابدأ بخطوة صغيرة لكن من قلبك. وفي نهاية فكرتنا النهاردة افتكر دايما ان المقارنة مش مقياس، وانك مش محتاج تكون زي حد، انت محتاج ترجع لنفسك وتبدأ من هناك. لو حسيت ان الكلام لمسك شارك الحلقة مع اللي يهمك امره، وما تنساش تسيب لنا رأيك، ونشوفكم على خير في فكرة جديدة.